يا مساء الفل على كل متابعيني. يلا بينا نجرب ترند كيكة أحمد الزامل. فظيعة يا جماعة وقلب السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي حرفيا، وفعلا تستحق التجربة. كيكة خطيرة مكونة من 4 طبقات، كل طبقة أحلى من التانية. شايفين شكلها؟ خطيرة. ويلا هقول لكم على كل بديل من المكونات بتاعها. هنحط بديل الجبنة الكريمي وبديل الحليب المكثف المحلى، وان شاء الله تبقى كويسة وكلكم تجربوها. شايفين شكلها؟ انا بصور ونسيت نفسي ومش قادرة اقاوم الطعم، مش قادرة اوقف يا جماعة. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. يلا بينا نبدأ مع بعض ونسمي الله. كوباية الا ربع سكر بودرة، كوباية الا ربع من الزيت، نص كوباية حليب، رشة فانيليا. هقلب الكلام ده كله كويس لحد ما يتجانس معايا. خلاص هحط عليهم طبعا لازم يتنخل كويس الدقيق، كوباية ونص من الدقيق، وربع كوباية كاكاو، كيس بيكنج باودر او كيك شيف، رشة الملح بتاعتي. خلاص كده الكيكة بتاعنا خلصت. لو تلاحظوا انا ما حطيتش بيض، الوصفة ما فيهاش بيض نهائي. خلاص قلبت الكلام ده كله كويس جدا، وهجيب البايركس عندي هدهنه دهنة من الزيت، وهحط فيه الكيكة بتاعتي، والفرن يكون شغال على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص لمدة تقريبا يعني تلت ساعة. خلاص الكيكة طلعت، هسيبها تبرد شوية، هسقيها بقى بكوباية لبن، عليها نص معلقة كاكاو ونص معلقة سكر، او اي حاجة عندك نسكويك، عندك عصير بالشوكولاتة اعمليها. هنيجي للطبقة التانية وهي طبقة الكريمة، وهنحتاج معانا نص كوباية من الجبنة الكريمي. طب انا ما عنديش جبنة كريمي او الجبنة الكريمي غالية عليا، اعمل ايه؟ هجيب قطعة من جبنة القريش، اي حد عنده جبنة قريش، قطعة من الجبنة القريش عليها رشة زيت وشوية لبن بس يتفكوا كده، واضربهم كويس جدا لحد ما ينعموا معايا بالطريقة دي. احط عليهم 5 معالق من الكريم شانتيه، ومعلقتين 3 من القشطة، مكعبين تلج. هضرب الكلام ده كله كويس، واحط طبعا عليهم نص فنجان من اللبن لحد ما الكريمة ترتفع معايا وتبقى بالشكل ده وتتجانس. هجيب بقى طبقة الكريمة احطها في اي كيس تلاجة نضيف، او عندك حطيها، هحطها كده على الكيكة وهساوي الدنيا بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. يلا على التلاجة على طول كده تجمد شوية، ونيجي نعمل الطبقة التالتة وهي شوكولاتة. تقريبا بار شوكولاتة اللي هو 250 جرام، سيحته في الميكرويف 30 ثانية. في 30 ثانية حطيت عليه ربع فنجان من اللبن، وخلاص بقى جاهز معايا، ورشة صغيرة من الزيت او معلقة صغيرة من الزيت. وخلاص ادي الطبقة التالتة جاهزة معايا. هبدأ بقى اخرج البايركس من التلاجة واحط عليه طبقة الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده اهو. صب بقى، صب 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 اهو، ووزعها برضو بطريقة كويسة. ونيجي بقى للطبقة الرابعة والأخيرة. سبت حبة صوص شوكولاتة صغيرين كده، هنجيب اللي هو الشوكو بوبس أو ال حبيبات كده صغيرة من الشوكولاتة، أو الكورن فليكس بالشوكولاتة. هحط عليه شوية من صوص الشوكولاتة، بس أنا صوص الشوكولاتة كتر معايا شوية. وبعد ما أغلفه بصوص الشوكولاتة هنزل عليه بمعلقتين 3 كاكاو، يتبدر بالكاكاو بقى كده وبيبقى طعمه خطير. هنزل بقى بيه على الكيكة بتاعتي، وخلاص كده الكيكة خلصت معانا. سهلة جدا سهلة جدا، مكوناتها بسيطة ان شاء الله وتبقى موجودة عندك. هنا زودت كده شوية الشوكو بوبس او الشوكولاتة، حبوبات الشوكولاتة الصغيرة كده من غير ما ابدرها ولا احط عليها حاجة. وده بقى شكلها النهائي، وجربوها يا جماعة خطيرة. وتسلم ايدك يا شيف احمد، بجد تحفة. لايك وشير لو عجبك الفيديو. باي باي.